ايه رأيك بقى ان انا عملت عشوة ب10 جنيه؟ ازاي بقى؟ ازاي؟ عرفيني. هقولك يا ست ازاي. طبعا نزلت السوق، فضلت ادور 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 الف في السوق كده لحد ما جبت واحدة سكر بتبيع الحاجة برخص التراب. طبعا رحت عندها لقيت الكيلو البسلة ب10 جنيه. ايه؟ ب10 جنيه؟ قالت لي اه والله. تعالي يا حبيبتي، عايزه ايه اللي انت عايزاه؟ عينيا الاتنين. قلت لها طب هاتيلي ب10 جنيه. طيب رحت جايبها ب10 جنيه بقى، ورحت ماسكاها زي ما انتم شايفين كده، بقص الحته اللي فوق بالمقص بقى، بالسكينه اللي ترتاحي فيه. بس موضوع المقص ده سهل وبسرعه جدا، ما بياخدش معاكي وقت. وطبعا ابتديت بقى ان انا ايه، اول ما ايدي بتاخدها واحده واحده، بعد كده بوريكوا يعني. وبعد كده اروح جايه ايه، ماسكه بقى شويه كتار كده في ايديا، اروح قصاهم، اروح قصه الطربوش بتاعهم الطربوش بتاعهم اللي فوق ده. وهبتدي ان انا ايه يعني ايه اقصها، احاول ان انا ايه اخليها زي بعض بالظبط، يعني في طول بعض. وطبعا زي ما انتم شايفين كده، انتوا في الاول بتغسلوها، ما بتغسلوهاش بعد ما بتعملوها، لا بتغسلوها الاول، بتنضفوها عشان لو عليها اي تراب عليها اي حاجه تبقى نضيفه زي الفل وانتوا بتعملوها. وطبعا كده بقى ايه، خلصتها. فاضل بس ايه يعني، كان فاضل حاجه بسيطه وخلاص كده خلصتها. وطبعا زي ما انتم شايفين عملت طبق ما شاء الله يعني. لو نفرين ولا ايه، او 3 انفار هيقضيهم في يومين. يعني هتبقى العشوه ب10 جنيه، هتاخديها في يومين. وطبعا بقى نزلت ايه بحله كده على النار. اهم حاجه يا حبيبتي اللي بتتابعيني تحطي لي لايك وتقولي لي من اي بلد. ده انت لو بتتابعيني اصلا، يعني مش تشوفي الفيديو وتجري، حطي لي لايك وتقولي لي من اني بلد. طبعا زي ما انتم شايفين كده بقى، انا كان عندي صلصه في الفريزر، وكانت معموله ببصل، يعني ايه عملت بصلتين 3 كده وايه والطماطم دي. طبعا انا ببقى مجهزاها عندي ايه في الفريزر زي ما انت شايفه كده. وطبعا رحت ايه نزلت بيها. اول ما فكت معايا ابتديت ان انا ايه بقى، اجيب حله تانية وسبتها تغلي مع بعض، تغلي لوحدها كده، وحطيت عليها زودتها شويه ميه. وبعد كده جبت حله تانية وجبت ربع كيلو من الشعريه. كان عندي الشعريه دي في البيت، وطبعا البيوت ما بتقطعش منها الشعريه والحاجات دي. طبعا جبت بقى ايه اللي انا حطيتهم المجين دول، ربع كيلو من الشعريه. وهبتدي بقى ان انا ايه اغسل الرز كده، يعني الدقيقه اللي انا سبت فيها الحله دي غسلت فيها ايه الرز. هبقى اكون مجهزاه. حطيت ايه بقى يا ست، كل كيلو الا ربع، يعني بمقادير بالظبط 3 كوبايات او 3 كوبايات ونص، هو ده الرز. زي ما انت شايفه انا غسلاه ومخليها زي العسل. هبتدي بقى ان انا انزله. والشعريه بتاعتك لازم تظبطيها على الشعره علشان تبقى طالعه معاكي محمره كده وحاجه زي العسل زي اللي انت شايفاها دي. زي ما انت شايفه كده بقى، اديها هفضل كده اديها تقليبتين لحد ما الميه اللي نزلت مع الرز تنشف. وهبتدي بعد كده بقى اسقيها. زي ما انت شايفه كده انا حطيت حوالي 4 كوبايات ميه او 4 كوبايات ونص من الميه. يا دوبك بس اول ما تحط صباعك كده اول عقله تعدي للميه، تعرفي ان خلاص كده المقادير بتاعتها مظبوطه على الشعره. وهنزل بقى ايه ب3 معالق ملح من الصغنطوطه دي اللي هي بتاعت التوابل المعلقه. لو ما عندكش المعلقه دي حطي معلقه او نص من معلقه الشاي. زي ما انت شايفه كده خلاص بقى غلت معانا. هننزل بقى بايه بالفاصوليا بتاعتنا الحلوه. زي ما انت شايفه كده الفاصوليا دي بتبقى مسكره زي العسل، بتخلي اللي مش جعان يجوع اصلا. زي ما انت شايفه بقى هنزل ايه بواحده مرقه ماجي كده بقى، بتبقى مديها ايه اللي هو الحاجات ان هي مسكره سيكه كده. وهنزل طبعا ايه بذره كده من السكر، وربع كوبايه ربع ربع معلقه من الكمون، وربع معلقه فلفل اسود. ونزلت تاني بشويه فلفل اسود صغننين. واحط واحده حبهان علشان خاطر ايه الحبهان مش قوي يعني في الصلصه، مش في الخلطة دي يعني. بس انا حطيته عشان خاطر بيدي ايه، بيدي طعم كده مع الصلصة والحاجة كده. عارفين انتوا الطعم مش عارفة اوصفه لكم مش عارفة اوصفه لكم، انتوا لما تعملوها هتعرفوا انا بتكلم ازاي. وطبعا نزلت بقى بمعلقة ونص من الملح، وهسيبها بقى ان هي ايه تستوي براحتها خالص. بس اهم حاجه ان انت ما تزوديش ملح عن اللي انا قلته، عشان ما تنسيش ان انت حاطه مرقه ماجي. وطبعا الرز معانا اهو زي العسل اهو. هنديله بقى تقليبه، هو كده يعتبر ان هو الرز ايه اتشرب.
هنديله بقى كده تقليبه ان احنا ننزل الميه دي تحت عشان خاطر ايه يتشرب كله بقى كده. وطبعا هديها تدويره كده تدويره كده علشان خاطر ايه الرز يبقى معانا زي العسل. شايفين ما شاء الله فلفله مفيش بعد كده، مفيش بعد كده. وخلاص كده بقى جهزت معانا اهي، بقت زي العسل اهي. تعالوا بقى بينا نغرف، تعالوا نغرف. شايفين العسل والسكر؟ عشوة ب10 جنيه. مين يقدر يعمل عشوة ب10 جنيه زي العسل كده؟ وكمان تقدري تعمليها العشوة ب10 جنيه زي ما انا ما قلت، وتخليها بالعيش. لو انت ما عندكش رز ولا شعرية تخليها بالعيش، هتبقى حاجة عسل قوي. والله العظيم هتبقى حاجة عسل وسكر. شايفين الشعرية محمرة ازاي والرز جميل ازاي. وطبعا بقلب لكم البتاع اهو، بوريكم وكل حاجة قدامكم يعني على عينك يا تاجر زي ما بيقولوا. اهم حاجة ان انت تحطي لايك وما تنسيش تقول لنا بتشاهدونا من اني بلد، ويا ريت تعرفونا. ده لو انتوا يعني لو انتوا انا مالي متلخبطه ليه. ده لو انتوا ايه عايزين تعرفوني يعني. ويلا بقى سلام.